هل بدأ عيسى ديوب يفقد مكانه داخل فولهام مباشرة بعد مشاركته مع المنتخب المغربي؟ في الأسابيع الأخيرة عاد اسم عيسى ديوب ليثير الكثير من النقاش بين جماهير أسود الأطلس، خاصة بعد عودته من مباراتي المنتخب المغربي الوديتين أمام الإكوادور والباراغواي، حيث شارك كلاعب رسمي وقدم مستوى محترما جعل الجماهير تتحدث عن إمكانية تحوله إلى عنصر مهم في دفاع المنتخب المغربي مستقبلا. لكن المفاجأة جاءت مباشرة بعد العودة إلى إنجلترا. عيسى ديوب وجد نفسه خارج التشكيلة الأساسية لفريقه فولهام في عدة مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، واكتفى بالجلوس على دكة الاحتياط في 4 مباريات كاملة، وهو ما أثار قلق الجماهير المغربية، خصوصا أن اللاعب يملك خبرة كبيرة في البريمير ليج، وكان الجميع يتوقع أن يكون من الركائز الأساسية لفريقه. لكن هنا تبدأ الأسئلة الحقيقية: هل الأمر مجرد قرار تقني من مدرب فولهام؟ أم أن المنافسة القوية داخل الفريق بدأت تؤثر على وضعية الدولي المغربي؟ ورغم هذه الفترة الصعبة، عاد عيسى ديوب للظهور في الجولة ال36 من الدوري الإنجليزي، عندما دخل كبديل مع بداية الشوط الثاني، في إشارة قد تعني أن المدرب ما زال يثق في إمكانياته ويريد منحه فرصة لاستعادة مكانه تدريجيا. لكن الأهم من كل هذا هو أن عيسى ديوب يبقى واحدا من الأسماء التي قد يعتمد عليها المنتخب المغربي في المرحلة القادمة، خاصة مع حاجة الأسود إلى مدافعين يملكون خبرة اللعب في أعلى مستوى ممكن. والحديث هنا ليس عن أي دوري، بل عن البريمير ليج، أقوى بطولة في العالم، حيث المنافسة البدنية والتكتيكية تكون في أعلى مستوى. عدد مباريات ديوب هذا الموسم في الدوري الإنجليزي وصل إلى 11 مباراة، لعب 6 منها كأساسي، وهو رقم قد يبدو عاديا، لكنه يبقى مهما بالنسبة للاعب ينافس داخل فريق يعرف صراعا كبيرا على المراكز. لكن السؤال اللي يشغل الجماهير المغربية الآن هو: هل سيستعيد عيسى ديوب رسميته في المباريات المتبقية؟ لأن هذا الأمر سيكون مهما جدا بالنسبة للمنتخب المغربي أيضا، خاصة قبل الاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها التحضيرات لمونديال 2026. ويبدو أن محمد وهبي يتابع وضعية اللاعب عن قرب، لأن المنتخب المغربي يحتاج إلى مدافعين جاهزين بدنيا وتنافسيا، خصوصا أمام قوة المنافسة داخل القارة الإفريقية وعلى المستوى العالمي. لكن في المقابل الضغط أصبح كبيرا على كل لاعبي المنتخب المغربي المحترفين في أوروبا، لأن الجماهير لم تعد تقبل فقط بالأسماء، بل تريد لاعبين يشاركون باستمرار ويقدمون مستويات قوية مع أنديتهم. ورغم هذه المرحلة الصعبة، الكثيرون يرون أن عيسى ديوب يملك الخبرة والشخصية الكافتين للعودة بقوة، خاصة أنه سبق له اللعب في مستويات عالية داخل إنجلترا، ويعرف جيدا كيف يتعامل مع الضغط والمنافسة. لكن السؤال الحقيقي الآن: هل سينجح عيسى ديوب في استعادة مكانه داخل فولهام قبل مونديال 2026؟ وهل تعتقدون أنه سيكون إضافة قوية لدفاع المنتخب المغربي في المستقبل؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.